نسبة الفقر هي 30% من أصل مجموع سكان العراق 40 مليون، فإننا نتحدث عن ما لا يقل عن 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر الآن. الإقليم تعتبر نسبيا أقل من باقي العراق ومن باقي الدول المحيطة. انطونا خلنا ناكل وياكم. يعني احنا رمضان هذا نباوع على حلوق العالم. ليش انا ما اقدر اشتري ربع مال لحم؟ أصبح هناك قطبين للفقر، قطب في الشمال في المناطق المحررة وقطب في الجنوب تاريخيا كان هو اللي يميز المحافظات. ماكو رعاية اجتماعية، لا والله حرام. رعاية عود اجتماعية أنا أخذ؟ لا حرام. وداعت هذا. الفقر يفتك في المجتمع، يؤدي إلى انحلال الشباب والشابات والعوائل، ويؤدي إلى مصائب كثيرة منها المخدرات ومنها القتل ومنها السرقة ومنها الجرائم. العراق ليس دولة فقيرة، بل ربما كان في مصاف الدول الغنية في المنطقة، ومع ذلك تعد مشكلة الفقر تهديدا كبيرا لمستقبل هذا البلد. العراق كان بلد غني زراعيا جدا ويسمى أرض السواد ولا زال إن شاء الله، لكن التطور العالمي، التطور الاقتصادي، التطور الصناعي جعل يعني موضوع الغنى الزراعي اللي في العراق يعني منظور ينظر له من منظور آخر. مورد المستثمر بشكل كبير هو النفط فقط، والذي يشكل المصدر الأساسي والمورد الأساسي للموازنة العامة للدولة. وهذا المصدر اللي هو النفط حقيقة أيضا هذا محكوم بمحددات عالمية. تحديد هذا الإنتاج حقيقة أيضا من شأنه أن يحدد أو يقلل من الإيرادات التي يتحصل عليه البلد نتيجة بيع النفط. ولهذا تجدون دائما عندما تحدث أي مشكلة في السوق العالمية للنفط، العراق يكون أكثر البلدان تأثرا بنتائج تلك الأزمة، وهو ما نعيشه اليوم. يعني كانت لدينا أزمة في 2014 وقبلها في 2008، والعام الماضي كانت لدينا أزمة بسبب انخفاض أسعار النفط. وبالتالي لا يمكن أن نصف العراق بأنه من البلدان الغنية، إنما هو بلد متوسط الغنى. العراق كان بلدا غنيا، ونسبة الدخل للفرد العراقي كان يوازي نسبة الدخل للفرد البريطاني أو الهولندي أو الأمريكي أو أكثر من هذا. أيضا سياسة الحكم في العراق من عام 69 إلى يومنا هذا ليست سياسة بناءة، بل بالعكس في أغلب مراحلها التاريخية من عام 69 إلى يومنا هذا هي سياسة هدامة. تدهور الوضع بعد غزو الكويت في سنة 1991، وهذا أدى إلى تدهور المستوى المعيشي في العراق بصورة عامة. كان الإقليم في وقتها تحت حصارين كما هو معلوم، حصار من قبل الحكومة العراقية آنذاك، والحصار الدولي المفروض على كل العراق بسبب غزو الكويت. في الحقبات السابقة كان يعني اقتصاد العراق يعتمد على الزراعة والصناعة إضافة إلى النفط. حاليا يعني بعد الأزمة اللي مر بها العراق منذ سنة 2003 ولا لحد هذه اللحظة، يعني البلد بدأ يتراجع اقتصاديا بسبب إهمال مواضيع الصناعة والزراعة اللي هي في أمس الحاجة إلها الدولة في إنعاش الاقتصاد. الدستور العراقي كفل حق العيش للمواطن العراقي، سواء كان حق السكن، سواء كان حق العيش الكريم، من أبجديات حقوق الإنسان. والعراق صادقت على هذه المواثيق وصادقت على هذه الاتفاقيات والمعاهدات وملزمة بتطبيقها. ولكن على أرض الواقع، هل المواطن العراقي يعيش عيش كريم؟ هل المواطن العراقي
لديه فرص عمل؟ هل المواطن العراقي لديه دخل لتلبية حاجاته اليومية؟ في عام 2010 كانت نسبة الفقر 23%. أطلقنا الاستراتيجية الأولى لمواجهة الفقر في العراق من 2010 إلى 2014، وفعلا انخفضت نسبة الفقر من 23 إلى 15% في نهاية عام 2013. الإحصاء الأخير الذي قام به البنك الدولي في 2012 كان قد حدد مستوى للفقر، غير أن هذه الأرقام والتي لاحظناها تدنت معدلات الفقر لتقارب حوالي 18% في مطلع عام 2014، عادت وتأزمت أكثر الأوضاع أبان الحرب الإرهابية التي شنتها داعش والعدوان الذي استهدف العراق في ذلك، مما أدى إلى تهجير نسبة كبيرة ونزوح نسبة كبيرة من المواطنين، وهذا ما أدى أيضا إلى الحقيقة ارتفاع نسب الفقر في العراق. ثم عادت ارتفعت في عام 2014 متأثرة بالأزمة المزدوجة اللي دخلها العراق في ذلك العام، اللي هي أزمة داعش وانخفاض أسعار النفط. هذه الأزمة تسببت بوقف المشاريع، تسببت بوقف كثير من الأعمال، تسببت بتخريب كثير من المصادر العيش للناس، وبالتالي عادت نسبة الفقر لترتفع من جديد إلى 22.5%. النفط جاي يتأثر بنزول وبارتفاع الأسعار، وهذا أثر أيضا على الوضع العام للفلاح وعلى قدرته الشرائية وعلى أموره الأخرى. دراسة تم إعدادها من قبل البنك الدولي حول تأثيرات الأزمات المتعددة على العراق، تبين أن الثروة النفطية إنتاجها واستثمارها لم يؤدي إلى خلق وظائف كما هو كان متوقع، وكانت نسبة الوظائف التي تم استحداثها بسبب استغلال الثروة النفطية والغازية في العراق لا يتجاوز 1% من مجمل الوظائف في العراق سنة 2014. لكن هو البلد يمتلك أراضي زراعية ومصانع وكثير من الأمور اللي تمد الاقتصاد وتنعشه للأسف مهملة، يعني مهملة إهمال واضح جدا جدا، بحيث سببت أزمات اقتصادية كبيرة داخل العراق. استغلال النفط بالشكل الحالي سوف يؤدي بالنتيجة إلى خلق مجتمع يعتمد على واردات النفط فقط، ولا ينتج ولا يكون مجتمع منتج كما هو الحال الآن. الفلاح اللي كان يشتغل بهاي عائلته تتكون من 6 إلى 7 نفرات مثلا، هو وزوجته وأولاده 2 وبناته مثلا، كلهم يشتغلون في هذا الجانب، كلهم يشتغلون ينتج. الفلاح الأب يكرب ويسقي، الأم تجني الزرع وتعاون بالحراثة، كل يشتغلون. هسه الكل قاعدين، شو يسقي هو مي ما عنده، والقاع يبسد والنخل مات والزرع وقف. القطاع الخاص انهار، صار الضغط على القطاع الحكومي. هنا بدت الأزمة، لأنه الشاب ما راح يحصل أي مجال أنه يتعين بدائرة حكومية، لأنه صار ضغط على الدوائر، صارت بطالة مقنعة داخل الدوائر لأنه أعداد كبيرة ما يستوعبها هذا الاقتصاد. الحرب ما بين إيران والعراق، وما بين العراق والكويت واحتلال الكويت، وبعدها موضوع الحصار الاقتصادي، وبعد ذلك حرب ما بعد سقوط صدام، حرب الطائفية. هذا كله أسباب عديدة جعل نسبة الفقر في العراق بصورة عامة يرتفع لهذه النسبة الموجودة حاليا. الذي حدث بعد سنة 2014 نزوح الأعداد الكبيرة من المواطنين من محافظات العراق إلى إقليم كردستان هربا ونجاة من عصابات داعش، قدوم لاجئين من سوريا بعد الأحداث التي حدثت في سوريا، أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في إقليم كردستان من 3.5% إلى 12.5%، لأن حوالي 70% من النازحين أو المواطنين الذين نزحوا من باقي محافظات العراق أتوا من مناطق هي أساسا كانت تعاني من الفقر. لا شك أن الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالعراق منذ ذلك الوقت مع تدني أسعار النفط قد أدى إلى ازدياد نسبة الفقر لتقارب حوالي 22% عندها، غير أن الأمور أيضا كانت قد عادت واستقرت بعض الشيء،
ولكن الأزمة الأخيرة التي عصفت بالعراق كان عبر تدني أسعار النفط وعبر التظاهرات التي حدثت والتي عبرت عن غضب المواطنين، ومن ثم جائحة الكورونا وما ترتب عليها من تبعات صحية واجتماعية، ساهم في زيادة نسب الفقر الحالية ووصلت إلى ما يقارب 30 أو 32%. وكذلك الضغط الذي حصل على الخدمات المقدمة في إقليم كردستان للمواطنين الساكنين أصلا فيه، حيث زادت نسبة السكان في إقليم كردستان بحدود 25 إلى 28% خلال مدة جدا قصيرة. هذه كلها أدت إلى زيادة نسبة الفقر. إذا نظرنا إليه كخارطة، مناطق جنوبية فقيرة، مناطق وسطية نسبيا أقل فقرا، مناطق شمالية كمان أيضا فقيرة، ومناطق الإقليم نسب الفقر فيها ما زالت مقبولة على ما هي عليه. تعتبر محافظة المثنى هي المحافظة ذات النسبة الأعلى في الفقر في البلد، ونحن نأسف لهذه التسمية. المفروض في بلد يعني مثل العراق وفي عدد مواطنيه الذي هو أقل يعني من المستوى العالي الذي يعني لا تستطيع الدولة تغطيته، وحتى المثنى عدد مواطنيه القليل، نأسف أنه هذا الأقل من 1,000,000 نسمة اليوم هم أعلى نسبة فقر على مستوى البلد. في عام 2020 أيضا دخل العراق في نفق أزمة أخرى اللي هي جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تداعيات اقتصادية وانكماش وأيضا كساد وانخفاض بأسعار النفط. هذه حقيقة أيضا عادت وتسببت بأن ترتفع نسبة الفقر من 20% إلى 31.7% في النصف الثاني من العام الماضي 2020. في عام الحالي 2021 انخفضت نسبة الفقر قليلا بعد أن تحسنت أسعار النفط وتم يعني تخفيف الإجراءات اللي اتخذت في تلك الفترة من حظر تجوال وغيرها. انخفضت نسبة الفقر قليلا من 31.7 إلى حوالي 29.5 أو 30%. ويجب الحقيقة النظر إلى ذلك بأهمية قصوى، خاصة أن الأوضاع ما زالت تتأزم في إطار ارتفاع ملحوظ في إصابات جائحة الكورونا ومدى تأثير ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أضف إلى ذلك أن التبعات للأزمة التي عصفت بالعراق في السنة الماضية لم تزل حتى اليوم، وما زالت آثارها لها انعكاسها على المواطنين، خاصة في جهات وفئات الفقيرة والفئات المهمشة. زغير بدوي من بادية المثنى، كان يعيل نفسه وعائلته حتى السنوات الأخيرة من تربية الأغنام. قبل كنا ناس عندنا حلال بدو، أهل بناية بيوت شعر، رحالة نزالة، نطلع لصحراء السماوة بالربيع، بأيام الربيع نطلع للسحرة نتربع الدنيا، ولا جانا الصيف نرد للديرة. جانا سنين محل وراح الحلال خلص، لا علف لا ما قاع لا بيها محل، وبعنا الحلال شيء أكل شيء وراح ما ظلينا. حالتنا المادية تعبت، بعدين سكننا لهاي لقينا القاع هاي لقينا الحواسب. هذا اللي جاب لي طابوقات وهذا جاب لي باب وهذا جمعونا لبينا سوينا هالبيت هذا سكننا بيه كل شيء ماكو. من برا هناك لا ملبوخة، هات شوفها هاي فاطرة كلها، هذا شوفها شلون هاي فاطرة مد كلها طاقة هذه. يعني لا جانا مثل شوية عواصف وهو مطر هو قوي نخاف والله نطلع ما نسكن بالبيت، نخاف يطيح علينا. ولا جانا القيض لا عندنا مبرده لا عندنا ثلاجة لا عندنا كل شيء ماكو. الله وكيلك بالقيض يقطعنا العطش والله أنا كل شيء ماكو، ولا عنده راتب لا عندي كل شيء ما عاوز لها الله وعلها الغلاف عندنا والله. وفقا لمعايير عالمية طبعا معتمدة، ليس يعني اجتهادا من قبل العراق إنما بالتعاون مع جهات عالمية. كان خط الفقر هو 110,000 دينار للفرد في الشهر الواحد مضروبا في عدد أفراد الأسرة. هذا يمثل الحد الأدنى من مستويات المعيشة أو كما يسمى بالاقتصاد مستوى الكفاف من العيش. هذا المواطن يعيش قوته اليومي، هذا ما جاء يلقى مجال لنفسه أنه يطلع يشتغل، عانى من البطالة، يعني ظل يعاني أنه جوعان ما عنده عيشة لعائلته. تبين أن هناك عوائل عديدة كثيرة تعيش جنب خط الفقر
وهذا يعني إذا تعرضت المنطقة إلى أي أزمة مفاجئة مثل ما حصل في سنة 2020 بعد الأزمة الاقتصادية وانتشار وباء كورونا، عوائل عديدة أصبحت تحت خط الفقر. وهناك أيضا فقراء تحت خط الفقر ممكن أن يصعدون فوق خط الفقر بهذه اللحظة، متأثرين بالظروف الاقتصادية والمالية للبلد. أعلى من خط الفقر فيه مستويات، ودون خط الفقر فيه مستويات أيضا. هنالك دون خط الفقر لكن هو بالخط الأدنى، ودون خط الفقر لكن بالخط الأعلى مما قبل دون خط الفقر. هذه كل المستويات مدروسة في وزارة التخطيط، وهي التي أنتجت أن محافظة المثنى هي الأعلى نسبة في خط الفقر. تم رفع الخط هذا قليلا حتى ممكن أن يستجيب للواقع، ثم الآن بعد ما تم تغيير سعر الصرف الدولار رفعت النسبة إلى تقريبا 130 ألف دينار، آخذ بنظر الاعتبار نسبة الزيادة في الأسعار حتى تمتص هذه الزيادة، وحتى تكون الإجراءات التي تتخذها الحكومة تتناسب ويا ما يحتاجه الفقراء من دعم في العراق. وحسب الدراسة اللي أجرتها وزارة التخطيط العراقية مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف في وقتها، استعملوا فرضيات متعددة، من عندها فرضية الإغلاق الكامل، الإغلاق الجزئي، ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسب معينة. إن العراق في ذلك الوقت يعني بالنصف الثاني من سنة 2020 الفقر كان حوالي 34% من مجمل الشعب العراقي. لا توجد دولة في العالم أبدا ليست فيها فقراء، كل دول العالم فيها فقراء. كل ما ترتفع نسبة الفقر في البلاد كلما يعني ذلك أننا مقبلون على الكثير من المشاكل. الفقر يعني لا يرتبط فقط بمستوى الدخل الذي يتحصل عليه الإنسان، الفقر يرتبط بالتعليم ويرتبط بالصحة ويرتبط بالسكن ويرتبط بأمور أخرى تتعلق بواقع حياة الإنسان. وبالتالي حقيقة ما نتحدث عن فقر بنسب مرتفعة بالتأكيد نتحدث عن أزمة سكن، نتحدث عن أزمة صحة، نتحدث عن أزمة تعليم، وهذه كلها ملفات خطيرة ممكن أن تحدث إرباكا وتحدث نتائج سلبية جدا في الواقع الاجتماعي والاقتصادي. إذا الوضع استمر بهذه الطريقة وفي بلد غني كالعراق وأن لا يتم الاستفادة من الثروة البشرية الموجودة في البلد بصورة واقعية، سوف يؤدي هذا إلى خلق مشكلات اجتماعية وسياسية وأمنية في هذا البلد. تداعيات نفسية، تداعيات اجتماعية، تداعيات اقتصادية. يعني على سبيل المثال أحد الدراسات الذي عملها المفوضية العليا لحقوق الإنسان ربط موضوع الفقر وازدياد نسبة الفقر مع ظاهرة الانتحار. لو نقارن ما بين عام 2014 لحد عام 2020 خلال 6 سنوات هذه الظاهرة كانت حالات، ولكن تحول إلى ظاهرة. إحدى المخرجات الموجودة حاليا والتي نراها هي الهجرة الجماعية للشباب والشابات من العراق ومن إقليم كردستان إلى خارج العراق، وأخذهم طرق خطرة للوصول، يعتقدون الوصول إلى حالة أفضل في دول الأوروبية. ارتفاع نسبة الجريمة في أغلب يعني مناطق العراق، ارتفاع نسبة المخدرات في أغلب مناطق العراق، ارتفاع نسبة استغلال الأطفال في أغلب مناطق العراق والتسول وغيره. كل هذه هي نتائج الفقر طبعا، وهذه تؤدي إلى انهيار اجتماعي. نسبة الجريمة يزداد، نسبة الجريمة لأنه الفقر دائما يولد الجريمة. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، لو ذهبنا إلى السجون العراقية ونقارن ما بين عام 2014 وعام 2020 لنرى نسبة الجرائم الإرهابية كانت هي في صدارة. الآن لا، الجرائم الاجتماعية سواء كانت جرائم اختلاس أو قتل والأسباب هي تعود إلى حالة الفقر بصورة عامة في هذه المناطق. هذه الجريمة الآن متوازية مع الجرائم الإرهابية. أكثر الجرائم اللي جاي تحدث جاي نشوفها نتيجة إنه هذا المواطن مثلا يعاني من الفقر، ما عنده قوت يومه، ما يملك عمل خاص به، يلتجئ إلى الجريمة. وهذا من أخطر المواضيع اللي
لازم الدولة توجه أنظارها بصورة مباشرة عليها وتعالجها، لأنه إذا تريد تخفف من نسبة الجريمة داخل المجتمع لازم تدعم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. إذا لم تكن هنالك معالجات حقيقية لمكافحة الفقر والنهوض به سوف يؤدي إلى وضع ربما حقيقة مزري لهذه العوائل. يجب يعني أن تكون هنالك موازنة مخصصة للحكومات المحلية لمعالجة العوائل الفقيرة. سببت خروج عن الآداب العامة، قام يبوق، قام يسرق، قام يمشي بغير مكان بسبب البطالة وسبب الشغل ماكو. توجه الآلاف من المواطنين اليائسين إلى ما تبقى من ساحات الحرب بحثاً عن لقمة العيش. يبحثون هنا عن بقايا الأسلحة والعتاد، وفي أحيان كثيرة يكون ثمن هذا البحث فقدانهم حياتهم أو أجزاء من أجسادهم. بالسبعينات كانت البصرة يمكن دبي ما تجيبها، كان الشرايك الأجنبية متروسة، أمريكان ويونان ودنمارك وجميع الجنسيات هنا بالبصرة، وكانت العالم عايشة عيشة حلوة. أنا من ضمن إن كنت شاب يعني أخذ بذاك الوقت أخذ 150 دينار، كانت 150 تشكبرها تعيش لها عائلتين 3 تعيش. اجتنا الحرب العراقية الإيرانية اللي سحقت اليابس والأخضر راح، عرفت؟ اللي الشاب كان وين صار وين، اللي تعوق، اللي اندمر، اللي راح، اللي الحروب، عرفت؟ أنا لبست شاب، طلعت شايب، راسي أبيض ولحيتي بيضة، طلعت انصدمت، كل شيء ما عندي، يعني باوعت على أطفالي، باوعت على زوجتي، زين شلون هاي؟ ايش ناكل؟ ايش نشرب؟ عرفت؟ فطلعت طلعت وين؟ قمت اطلع ادور هاي حديد زاوية، هاي الشتشاخ، اطلع اشوف لي بالكت وايرات بالقاع مطمورة احفرهن، طلعت القى لي صاروخ احاول افتح اخذ لي من عنده فد شغله، الى ان انصدمت بلغم مال دبابات. هاي الضربه مالتي شوف شلون انضربت وكل شيء ما حصلت، راح شبابي كل اندمر، مو بس انا، آلاف مؤلفة بين شباب وبين شياب وبين نساء وبين يعني أطفال، ناس راحت تشقد، الدمار. والله أنا لحد هاي اللحظة أكو دمار، لحد هاي اللحظة. البصرة هي اللي تقريبا سلت العراقية، اكو ناس تتغدى ما تتعشى لان ما عنده، تدري ليش؟ لان ماكو مورد. انا هذا البيت قاعد بيه، انا عراقي ما عندي 50 متر، مقعدتني العالم بالبيت ماله، وباكر عقبه يقول لي الله وياك. تعرف انا بالمطره مالت العام والله العظيم، وعقاد اليوم العام بالمطره، انا هذا البيت فاض علي بالليل الساعه 12 بالليل، المطره كانت حالوبه والقاع قامت تنز علي، والله نمنا بالمطبخ بنص مطبخ. موضوع الفقر هو المفروض الأولوية الأولى للدولة العراقية أو للحكومة العراقية. نعم هنالك أولويات وهي الخدمات، الإعمار، الطرق، بناء المساكن، لكن أعتقد من رأيي الشخصي أنه قضية الفقر المفروض تكون هي الأولوية الأولى. كيف نقضي على موضوع الفقر؟ الناحية القانونية يوجد أكثر من قانون يحتاج إلى التعديل، هذا عمل مجلس النواب. على سبيل المثال قانون العمل يحتاج إلى تعديل، هذا أولا. ثانيا على صعيد الواقع نحن نرى العمالة الأجنبية غزت العمالة المحلية، يعني لا يوجد تعليمات على الشركات بأنه يكون نسبة وتناسب ما بين العمالة الأجنبية وما بين العمالة المحلية. هذا كله حلول في يد مجلس النواب من الناحية القانونية ومجلس الوزراء من الناحية العملية. الوضع الحالي وضع دقيق، حتى لا نقول وضع صعب وغير يمكن حله، لذلك
يجب النظر الآن إلى حماية الفئات التي تأثرت تأثرا كبيرا بالأزمة. قصدت بذلك الناس التي التزمت بيوتها وهي تعمل بشكل يومي، القطاع غير المنظم الذي لا يتأتى من وظيفة راتبه، كل هذه هي فئات تضررت بشكل كبير، وبالتالي يجب أن يصار إلى صياغة برامج اجتماعية لدعمها ولتحسين واقعها المعيشي، لأنه لا تستطيع الاستمرار بالواقع الحالي. الأموال التي ترصد في قانون الموازنة العامة الاتحادي تصرف من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل مركزي اتحادي إلى المحافظات. هذه الخطة هي خطة غير ناهضة للقضاء على حالة الفقر المتواجدة في المحافظات، لذلك تحتاج إلى إصدار تشريعات تلزم بأن العوائل الفقيرة كلها تشمل بهذه الإعانات المخصصة للفقراء. تخصيص أموال وقطع أراضي للرفع من معيشة العائلة العراقية، خلق فرص عمل، فتح مجالات أيضا لزيادة النمو. طبعا نحن نتطلع إلى قطاع عام كبير جدا، ولكن نحن ننظر أيضا إلى أهمية خلق فرص لاستثمارات القطاع الخاص. القطاع الخاص يفتح المجال أمام الفرص، خاصة في العراق في مجتمع شبابي متميز. يجب علينا أن نعمل جاهدين لاستيعاب هؤلاء الشباب في إطار إيجابي ومنتج، وبالتالي خلق فرص عمل، وبالتالي تحسين واقع المعيشي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن. قصدت بذلك ماء وكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية التي تسمح بإعادة العجلة الاقتصادية إلى وقعها المرجو. في محافظة البصرة، بوابة العراق المطلة على الخليج، يعيش أكثر من 3 ملايين إنسان. يوسف، وكما يصف نفسه، أمضى حياته كادحا متعبا ولم ير أياما سعيدة، لكنه رغم هذا عليه أن يعد نفسه أكثر حظا من الآلاف من سكان محافظته الذين يعانون من البطالة. 76 بشهر الرابع انولدت، من ذاك اليوم لهاليوم يعني مرت سنين ورا سنين، كبرت يعني صرت شاب يعني عمري 12 سنة. ظلت اشتغل بالعمالة، لبست عسكرية، من لبست عسكرية اخوي توفى بالالغام، طق عليه لغوم وانقتل، ورحت عليه بالحقل طلعته انا، يعني مشهم كل قطعة بصفحة، تدمرنا يعني. زين الجيش اخذ مني صفحة، الشغل اخذ مني صفحة، المعيشية اخذ من عندي صفحة، يعني بكل الاحوال تعبت يعني حيل تعبت. هاي امي هل تشوفونها طاقتها جلطة، نركض بيها نجيب الفرس من هناك نحطه على بطونتنا نحطه على يمنا، والله احتارينا. تقاعد مال ابونا يعطونا اياه كل شهرين 300,000، يعني 60 يوم ايش تاكل ب 300,000؟ ما اسوي شيء للدكتور، للمريض، للخطار. يعني يوميا انا اطلع الصبح ما اجي الا الظهر، نوبات 15 نوبات 10 احصل، وبالستوته على الله على الحديده هاي، اللي القاها اي اكل، ما القاها ما اكل. ما انا اروح من ملابس نظيفه، من ثوب يعني نظيف، من لبس، من هالشباب هاي العالم تلبس ثوب حلو، تطلع ويا اولادها ويا نسوانها. انا ما عندي هاي السالفه. زين حارم روحي من اللبس النظيف في سبيل اريح مغابيلي اهلي، اريحهم هالشكل. زين اشتغل من هنا اقول ما يخالف، اتحمل عطش، اتحمل جوع، مشيني في سبيل اجيب الخبزه احطها بحلقتهم. بس هاي الناس الفقره منين تجيب؟ يعني احسن من نروح نسلب لهم بوق، احسن ترضونها انتم؟ ترضونها؟ يعني نروح نسلب الفقير ناخذ فلوسه، لو ناخذ اللقمه اللي يجيبها من تعب ناخذها من عنده قوه، لو نسلب سيارات لو نفجر ما يصير. احنا مخاف الله، يباعوا للشعب، باعوا الوضع التعبان، الشاب محروم من لبس، محروم من طلعه، محروم من كل شيء، محروم. ليش؟
هسه انا مو 76 جبتها من الضيم للضيم، يعني كم دوبي كان والله. والله النوبات تطق ببالي، قلت ماكو غيرها اقتل روحي، اعدم روحي من اللي طالع اذب روحي واقتلها. يعني ملينا تعبنا، منين نجيب شغل؟ ماكو. احنا هم مو ولد الشعب، احنا مو اهل الشعب، نريد ناكل نريد نشرب. يعني لما نموت وانا شايفين يوم بحياتنا مرتاحين. لو نقرأ السياسة الحكومية للحد من الفقر، سياسة حكيمة، سياسة رائعة، ولكن حبر على ورق. أقل من 10% الحكومة العراقية نفذت هذه السياسة. هي لديها مبررات، ولكن هذه المبررات غير مقبولة، لأنه العراق دولة غنية، دولة لديها إيرادات أكثر من إيراد، ما عدا إيراد النفط، الغاز، الإيرادات الأخرى أيضا. يعني المواطن العراقي، الفرد العراقي لا يستحق بأنه يعيش هذه العيشة. ماكو تخطيط صحيح، ماكو استراتيجية في التخطيط، ماكو تعداد حديث، ماكو معلومات حديثة، حتى الدولة تعرف انه ايش قد نفوسها سابقا، ايش قد نفوسها حاليا، ايش قد صارت نسبة النزوح، ايش قد عملية الانهيار اللي وصل داخل المحافظة من بطالة، من انهيار اقتصاد، من مستوى جريمة، حتى مستوى جريمة. في العام الماضي عندما دخل العراق في أزمة كورونا، الحكومة قامت بتقديم منحة مالية طارئة للفقراء. هي كانت بسيطة نعم، ولكنها يعني ساهمت في مساعدة ذوي الدخل المحدود أو ذوي الدخول المتوقفة بتلك الفترة، ساعدتهم في مواجهة الظرف اللي كانوا يواجهونه، ظرف صعب. مجلس الوزراء في إقليم كردستان صادقت على التحديث الذي حصل على خطة الإصلاح الاقتصادي في إقليم كردستان، ونعتقد أن هذه الخطة إن تم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة سوف يكون لها نتائج إيجابية كثيرة في إقليم كردستان، طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات التي وضعت والمخاطر التي وضعت في مجال تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي. الآن في ظل هذه الأزمة الحالية بسبب كورونا أيضا ما زالت قائمة، الحكومة لجأت إلى مثلا زيادة رواتب المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية حتى تدعمهم في مواجهة ظروفهم. زكية نايف تقيم في أحد الأحياء العشوائية في ضواحي مدينة السماوة. بعد وفاة زوجها لا تزال هي وابنها الوحيد يعدان الأشهر والسنوات في انتظار الحصول على راتبه التقاعدي. كنا عدالة عبس، حياتنا درولية مال مكاين، طلبة ومو والدة لي بس. بطل ان العسكرية تسرح، قدم للتقاعد أخذه، بس نشتغل هيجي يجور يومي، يجي الله خذه ظل يعني. وقعت على راتبه يقولون السنة يا الله يرجع، ظلت السنة، كان يعود السنة. الناس تجيب لنا مسواق وتجيب لنا مساعدات وش شيء، والله ظل على راتبه. ثلاجة ما عندي، أنا عجبي الثلاجة، عايشين من الناس خويا تترحم علينا أنت وغيرنا. والله راتبنا بعده نترجى الله ونترجى أهل البيت. رعاية اجتماعي والله ما أخذ، تاقت أخذت ما أخذ، بس الناس تطينا يقولون من يجي راتبكم، سلحكم من يجي راتبكم. أقول أن علاج مسألة الفقر في العراق ليس أمرا صعبا ولا مستحصيا، هنالك برامج كثيرة من ضمنها يعني التأمين الصحي، التأمين التعليم، تأمين الحصة بالحد الأدنى من مقومات الغذاء للعائلة الواحدة، توفير سلم رواتب يلغي الطبقية بين طبقات المجتمع من رعاية اجتماعية وموظفين وغيرها. من جانب آخر أيضا ضمن سياسة التمكين، نحن دائما نتحدث عن تمكين الفقراء وليس يعني دعمهم بشكل مؤقت يعني بمبالغ مالية. التمكين هنا يختلف، تمكين أن توفر لهذا الفقير لهذا الإنسان مصدر عيش دائم،
كيف؟ يعني من خلال أما أن تمنحه قرضا معينا، قرضا ماليا يساعده في فتح مشروع حتى وإن كان هذا المشروع صغير، حتى يحصل على دخل مستمر ويضمن متطلبات حياته ويشعر بالاستقرار والأمان، أو أنه توفر له فرصة عمل في مجال معين حتى أيضا يعني يطمئن لأن لديه مورد مالي ممكن أن يعينه ويساعده في مواجهة الظروف. هذه المبالغ التي تعطى يجب أن تكون مبالغ مستوفية لسد حاجة المواطن كي ينتقل من حالة الفقر إلى الحالة الاعتيادية. اقتصاد يعتمد اعتماد كلي على النفط، فارتفاع أسعار النفط يريح العراق، أما تدني أسعار النفط فهو يؤدي بالعراق إلى أزمات. لذلك من المهم جدا أن يصار إلى النظر بتغيير هذا الاقتصاد أو بتعديله بشكل أنه نفتح المجال أمام القطاعات غير النفطية بأن تدخل في مجال زيادة النمو، بأن تدخل في مجال فتح فرص عمل، وبالتالي استيعاب الطاقة الشبابية التي هي في العراق. هذا الجيل من الشباب إذا ماكو دعم إليه وماكو توجه لاحتضانه راح أعتقد يعني راح تنهار الدولة. فإذا إصلاح للاقتصاد، تنوع، فتح مجال وخلق البيئة المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص التي تفتح المجال بإطار عمل نوعي جديد مختلف، بالاتجاه إلى القطاعات غير النفطية التي كانت سابقا في مرحلة من المراحل قد تميزت العراق كالقطاع الزراعي، إدخال الآليات والإصلاحات الجديدة والتقنيات الجديدة إلى الزراعة، إدخال العراق مجددا إلى سوق الإنتاج وإلى سوق التصدير الخارجي، النظر إلى التصنيع، النظر إلى القطاعات المنتجة. بدأنا بالمشاريع. عندما تكون هنالك أرض تحتاجها الدولة لإنشاء مشروع عليها، هذا المشروع بالتأكيد سوف يضطرنا إلى إخلاء هذه العشوائيات مع وجود تعويض مجزي يمكن العائلة من أن تستقر في مكان آخر. لو نذهب إلى المناطق الجنوبية والمحافظات الجنوبية يوجد أراضي كثيرة تابعة للحكومة ووزارة المالية أو وزارة الزراعة. لماذا الحكومة لا توزع هذه الأراضي؟ كل عائلة عراقية أعطيها قطعة أرض ومع ذلك سلفة أو قرض لغرض العمل. هذا كلها حلول في يد الحكومة العراقية، ولكن لا نرى بأنه هذه الخطوات خطوات جادة سواء كان من هذه الحكومة أو الحكومات السابقة. ولكن الأهم من كل شيء محاولة أن يكون هذا التدخل وهذا الإصلاح شاملا بحيث يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الشباب إنما أيضا يزيد من إنتاجية المرأة وتمكينها اقتصاديا إلى الدخول إلى سوق العمل. فالعراق وبين هلالين في هذه النقطة بالذات هو الدولة التي لديها أقل نسبة مساهمة من المرأة في سوق العمل، وهذا رقم الحقيقة يجب العمل عليه، خاصة أنه نعود ونؤكد أنه المجموعات الشبابية كانت شبابا أو إناثا تتمتع بإمكانيات وكفاءات عالية جدا ومهارات عالية جدا. هذا من الأمور الأساسية التي يجب أن تواجه. لذلك قلت منذ البداية أنه مقاربة الفقر يجب أن تكون مقاربة متكاملة، وهذه السياسات تم ترجمتها حاليا في استراتيجية تسمى استراتيجية التخفيف من الفقر، وترجمتها إلى واقع من خلال تقديم الخدمات التي بيّنت الدراسة وجود نواقص فيها. هذه الاستراتيجية كانت لغاية سنة 2022، لكن الآن نحن نرى أنه الجهاز المركزي ووزارة التخطيط في بغداد ووزارة التخطيط في إقليم كردستان ترى أن هذه الاستراتيجية يجب أن يتم تحديثها بالاعتماد على المؤشرات والبيانات الجديدة التي سوف تخرج بها من المسح الاجتماعي والاقتصادي في العراق. بالنتيجة إن لم يتم التعامل مع الفقر في العراق وفي إقليم كردستان كمشكلة، هذه نتائجها ستكون نتائج عكسية وقد تؤدي إلى مشاكل لم يتم وضع خطط لمعالجتها. إن كنت بالفعل تريد أن تواجه الفقر عليك أن تخلق فرص عمل. الفقر مرتبط بالدخل، الفقر مرتبط بالخدمات، الفقر مرتبط بالتعليم، بالصحة. في البصرة التي تعد سلة العراق الغذائية، فقد المواطن حسن شرهان يده وعينه في سباق البحث عن لقمة العيش. وفي كركوك التي يقال إنها مدينة تعوم فوق بحر من النفط، اضطر هيمن إلى بيع أحد أعضائه ليرد ديونه بثمنها. من مالك باشتريكه
ولدت في عام 1981 بقرية يادكار. بدأت أعمل وأنا طفل. كنت أعمل عامل بناء أول الأمر، ثم كنت أبيع الحلويات، وبعدها أبيع الماء في علوة الخضار. عندما بلغت 18 كان علي أن ألتحق بالجيش، لكنني لم أفعل وفررت إلى أربيل لأعود إلى كركوك بعد عملية تحرير العراق. ثم تزوجت وعدت للعمل كعامل بناء، وبعد فترة أصبحت في بيشمركة في اللجنة 12، وفي أحد الأيام وقع تفجير راحت ضحيته والدتي وأحد إخواني. بعد مرور سنة أصيب والدي بجلطة أودت بحياته، فقالت أخواتي نريد أن نبيع بيت والدنا لأننا لم نعد نطيق المكان، وكل شيء فيه يذكرنا بأمنا وأبينا باستمرار ويؤلمنا. قلت حسنا دعونا نبيعه. فقلنا وإلى أين ستذهب أنت؟ قلت سأنتقل إلى بازيان وأستأجر بيتا هناك. انتقلت إلى بازيان واستأجرت بيتا وعملت عامل بناء من جديد. قال لي أهل زوجتي وإخوانها إن هذا العمل لا يصلح لك، فالعمل متوفر يوما ولا يتوفر يومين. قالوا تعال معنا نعمل عمال نظافة في الشوارع. ذهبت معهم وبدأت العمل. في العمل وجدت الجميع من العرب، وكنت الكردية الوحيدة بينهم ولا أعرف لغتهم. تركت العمل وانتقلت إلى السليمانية أعمل في تنظيف زجاج المباني. عملت هناك 2 أو 3 وكان عملا شاقا جدا والأجر قليلا لا يكفي لسد نفقاتي، حتى أني كنت أعجز عن دفع إيجار البيت وتأمين اللقمة لعائلتي. عدت إلى كركوك واستأجرت بيتا ب150,000 دينار وعدت للعمل عامل بناء، إلى أن تفشى وباء كورونا هذا وأجبرنا على لزوم بيتنا وتوقف العمل. تراكم علي إيجار البيت ولم أكن أقدر على تسديده. هاتفت الرجل الذي كنت أعمل عنده وقلت إني أنوي بيع إحدى كليتي. قال إياك أن تفعل. قلت لقد حزمت أمري وسأبيعه. قال لماذا تبيعه؟ قلت لأسدد إيجار البيت المتراكم علي، فمالك الدار جاء يطالبني به. بعت كليتي مقابل 10,000 دولار وسددت ما كان علي من ديون، وبقي معي 4 ملايين دينار ابتعت به هذه الدار. كان سقفها من خشب وجدرانها لم تكن مجصصة، كانت مجرد هيكل كونكريتي عندما انتقلت للسكن فيها. بعد فترة جاءت منظمة خيرية وسجلوا اسمي وأخبروني بأنهم سيصلحون لي البيت. قلت جزاكم الله خيرا. بعد مدة جاءوا وأصلحوا لي السقف، ثم بعدها جصصوا الجدران. والآن أعمل على جمع الورق المقوى مع أولادي، وفي كل مرة أصحب أحد أبنائي، وحيثما وجدنا الورق المقوى في النفايات وغيرها نقوم بجمعه. وهناك أيضا بيوت أقوم برمي نفاياتهم مقابل أجر. في حينه ولما لم أكن أملك بيتا وأسكن كل فترة في بيت، لم أستطع إرسال أولادي إلى المدارس، لأنه كان علي أن أنقلهم من المدارس كلما انتقلت من بيت إلى آخر، كما لم يكن معي المال الكافي لكسوتهم وتغطية مصاريف الدراسة لهم. حمدا لله عندي الآن بيت وحالتي أفضل من السابق، وبعون الله سأدخل الأولاد المدرسة هذه السنة، فالدراسة أفضل من أي شيء. أنا أمي وأقسم إني لا أعرف كيف أكتب اسمي، ولا أريد أن يكون أولادي أميين مثلي. أن يتعلموا خير لهم. كيف يمكن لك أن تدخل شابا إلى سوق العمل أو شابة إلى سوق العمل إذ لم يكن أولا قد تعلم ودخل إلى مرحلة التعليم، وبالتالي تعليم أساسي؟ كيف يمكن له ولها أن يتعلم إذ لم يكن يتمتع بصحة جيدة؟ فإذا نحن ننظر إلى رأس مال بشري يتمثل بصحة جيدة وبتعليم جيد، وبالتالي يسمح بالدخول إلى سوق العمل. هذا على مستوى الطلب. أما على مستوى الحقيقة الفتح الفرص، قلنا ونقول أهميته بإعادة إصلاح الاقتصاد، أهميته بالتنوع الاقتصادي، أهميته بخلق الفرص، أهميته بفتح المجال أمام القطاع الخاص لأن يستثمر في العراق. والاستثمار للقطاع الخاص يتأتى إصلاح مجموعة كبيرة من الأمور، كان على الإطار المؤسسي أم كان على إطار القطاع المصرفي الذي يجب أن يكون قطاعا جادا وقادرا على أن يستوعب القطاع الخاص واستثماراته، قطاعا مصرفيا يستطيع أن يدخل بمجال الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمجال الشباب الراغبين بالفعل بفتح فرص عمل على مستوى خاص وبأخذ المبادرة الخاصة. فإذا مجموعة من الأمور التي يجب أن تقارب بشكل جيد. بس أقول أيضا أنه يجب أن نعمل على وضع نظم جديدة لحوكمة سليمة. هناك قطاع عام يعمل، هناك قطاع عام متعثر في مجموعة من الأمور، ولكن هذا القطاع العام فيه كفاءات مهمة جدا ويمكن العمل معها، لذلك يجب استثمارها بشكل منتج وبشكل فاعل
ومتقدم. العراق لم ينفذ تعداد سكاني منذ سنة 1987. تعداد السكاني في أي بلد هو العمود الفقري لوضع البرامج والسياسات والخطط. تعداد السكاني بتعريفه يتضمن تعداد للسكان وللمساكن والمنشآت الاقتصادية وكامل البلد. إن لم يتوفر هذا التعداد سوف لن يكون البلد قادرا على توزيع ثرواته، أي ثروة، موارده، ميزانيته السنوية على كامل مناطقه بصورة عادلة تضمن تنفيذ خططه وسياساته. اشتغلت بالبصرة، اشتغلت بالنجف، اشتغلت بسليمانية. من كنت شوية بعدنا شوية نشيط، ورجعت بعدين ما خلاص اشتغلت ببغداد، اشتغلت بالنجف، اشتغلت بالبصرة. شغل عمالة ما أبيها والله شيء فلوس، عمالة ما أبيها فايدة. ماكو، كتلنا جوع يعني، نركب على اي شيء ماكو، ما نلحق، وين نروح؟ مال هذا العراق شنو انا مدي ايدي الواحد، تعال اعطيني احمد الله والديك، تعال مشيني احمد الله والديك، تعال جيب لي تمن، تعال غيره. البصره هاي البصره ماي مالح يعني كله مشترى ارو. ليش انا اروح اشتري يعني اشتري ماي، والكهرباء الوطنيه اسددها، والنوب اجيب كهرباء امبيريه اسدد على راتب مال الرعايه. لكن انتم ما تخافون من الله؟ عم خافوا.